السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على افضل موهبه مغربيه في اوروبا، الياس بن صغير. واش بصح اللاعب اختار يمثل المنتخب المغربي على النظير ديالو الفرنسي؟ واش بصح والد الركراكي غادي يعيط عليه في التجمع المقبل في شهر مارس لمواجهه منتخب بيرو وكولومبيا؟ كلشي غادي تعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. المهم بلا ما نطول عليكم الاخوان، ما تنسوش ديك لايك وابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد المحترفين المغاربه. يلا بيس. قبل ما نبداو اخوتي الفيديو، المهم اللي باقي يقاد ديزاين ولا مينياتيرز ولا لوغوات، خونا هذا غنحط لكم هنا الواتساب ديالو، كيقاد واحد الديزاين اللي ناضي بزاف. ها هو انستغرام ديالو، سيروا عنده قولوا له من طرف بلال ولا عمان وغادي يتعامل معكم. ودابا بلا ما نطول عليكم ونخليكم مع الفيديو. يلا بيس. الياس بن صغير حاليا هو افضل موهبه في الدوري الفرنسي. راه اخوتي يلاه في العمر ديالو 17 عام وعنده واحد النيفو اللي زوين بزاف. عنده 3 الاهداف في الدوري الفرنسي حاليا، وكيلعب في مركز مهاجم حر وجناح ايسر. راه في اول مباراه مع موناكو رسميه ضد اوكسير دخل بديل وسجل هدفين بطريقه جهنميه، تقول بان اللاعب عنده واحد اكسبيريونس ديال سنوات طويله. وراه دخل تاريخ الدوري الفرنسي كأصغر لاعب يسجل هدفين في أول مباراة رسمية في الدوري الفرنسي. نادي موناكو هو من أفضل النوادي تصعيد المواهب، من بين هذه المواهب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي. واخر موهبه التي تم تصعيدها اللي هو اللاعب ريال مدريد تشاوميني. يعني موناكو حاليا خدامه على الياس بن صغير وعاطيه ليه فرصه في جميع المباريات كيدخل اساسي، حيت راه كتشوف فيه مشروع كبير بزاف ولاعب عنده مستقبل وغادي يستافدوا وغادي تكون شي صفقه اللي كبيره بزاف، حيت باقي يلاه عنده 17 عام وعنده موهبه اللي كبيره بزاف وكيقدم مستويات اللي كبيره بزاف وقدام فرق كبار بحال اخر مباراه ضد باريس سان جيرمان اللي عطى اسيست خرافي، منه جا الهدف الثالث وعيا ما يراوغ في الدفاع ديال باريس سان جيرمان. الخلاصه ديال هادشي كامل الاخوان، الياس بن صغير غادي يولي من افضل اللاعبين في العالم ان شاء الله. ودابا غادي نجيو للمعقول، غادي نهضروا على العلاقه اللاعب بالمنتخب المغربي. الياس بن صغير من اب مغربي وام مغربيه، ولكن لاعب عنده جنسيه مغربيه وفرنسيه، وفايتلو لعب مع فئه منتخب فرنسا. والاتحاد الفرنسي راه ما كيضيعش بحال هاد المواهب هادو، ولكن اللاعب كيبغي المنتخب المغربي بزاف. راه ملي كانوا في المونديال قطر كان كيشجع المنتخب المغربي ويحط ستوريات في انستغرام وكيشجع بهم المنتخب المغربي. وحاليا الجامعه المغربيه وعلى راسها فوزي القجع كيقنعوا اللاعب باش يختار تمثيل المنتخب المغربي على نظيره الفرنسي. وهذا الشيء ما غاديش يكون بواحد السهوله، حيت الاتحاد الفرنسي حتى هو كيضغط على اللاعب بشكل كبير جدا، ولكن القرار في اخر المطاف كيبقى في يد اللاعب الياس بن صغير. مؤخرا وكيله اعمال اشرف حكيمي وعز الدين أولاحي حياه جبران، واللي عندها علاقه مع الجامعه المغربيه كبيره بزاف، تلاقت مع لاعب الياس بن صغير في مباراة مارسيليا وموناكو، وتصورت هي وهو وحطات واحد ستوري كتقول فيه باللي قريبا سوف يكون الياس بن صغير حاضرا مع المنتخب المغربي. وحنا كنعرفوا اخوتي باللي حياة جبران راه ما غاديش تجي وتحط ستوري هكاك، ضروري غادي تكون شي حاجه، الا ما كانت شي حاجه رسميه راه ما غاديش تحطها في ستوري. المهم اخوتي الخاص غير الجامعه المغربيه تعرف كيفاش تقنع اللاعب، راه واحد الموهبه اللي كبيره بزاف وغادي يقدم اضافه كبيره بزاف المنتخب المغربي. بالنسبه ليا انا اخوتي الياس بن صغير غادي يختار المنتخب المغربي، حيت كما كنعرفوا المنتخب الفرنسي فيه العنصريه بزاف، وهذا الانجاز ديال المنتخب المغربي مؤخرا خلى بزاف د اللعابه يختاروا المغرب، منهم الياس حسني اللي هو الصديق ديال الياس بن صغير، وحتى هو لعب مع فئه المنتخب الفرنسي وفي الاخر اختار المنتخب المغربي. دابا غادي نجاوبكم على السؤال ديالكم، واش والد الركراكي غادي يعيط على الياس بن صغير؟ الياس بن صغير لا خرج في شي تصريح حاليا وقرر انه يختار المنتخب المغربي، راه والد الركراكي غادي يعيط، حيت حنا كما كنعرفوا اخوتي بان والد الركراكي كيعطي فرصه المواهب المغربيه، على سبيل المثال بحال بلال الخنوس. المهم
الى خرج في هذه الايامات هذه راه غادي نشوفوه في التجمع المقبل اللي غادي يكون ان شاء الله في شهر مارس المقبل. المهم اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو اللي وصل حتى لهنايا. بزاف ديال الحب، وما تنساوش ديك اللايك وابوني، محتاجين السيبورت ديالكم في هذه الوقيته، ما تبخلوش علينا وتهلاو اخوتي، ونتلاقاو في فيديو جديد. بيس.